لازم يكون في اعاده نظر بالنسبه ل يعني تطوير هذه الشعبه تاع تربيه المجازر خصوص الاغنام وانتاج اللحوم الحمراء. راه معنا هنا السيد المدير العام لمؤسسه اريال، سيد رئيس فيدراليه لتربيه الانهار، ولازم نعاودوا ننظموا الامور تاعنا. واش عشناه العام اللي فات بالنسبه للعيد الكبير؟ ارتفاع الاسعار، ارتفاع جود يعني تاع اكثر من 2 ملايين او 3 ملايين لكل راس على مناطق الشمال، البلدان الكبار. حنا عندنا شفنا ان في العامه ناس مربيين مخلصين، هو عارف قال ما يسمح واحد السيد واكثر من هذا في العامه، قال انا الماشيه تاعي قامت لي 3 ملايين، انا ندي 3 ملايين ونص، ندي الفائده تاعي قد ما نقدر نعيش ونوكل ولادي. نفس الشيء تلقاه عندك 3 4 5 ناس كل واحد يجي دوران مستمر حتى لحد الجزائر ولا الوهران ولا بلدان اخرى حتى مناطق الهضاب، نلقاو يعني ارتفاع تاع الاسعار جنوني او مجنون. هذا يعني لازم نلقاو حل بالنسبه لقضيه هذه ارتفاع الاسعار تاع المواشي. قضيه تاع اللحوم الحمراء شيء اخر. احنا المسؤوليه نتاعنا انتاج تربيه المواشي، انتاج اللحوم الحمراء. قضيه تاع الاسعار راح ان شاء الله ندخلوا مع المصالح المعنيه سواء وزاره التجاره او مصالح اخرى مختصه في هذا الامر باش يعني نلقاو حل نهائي بالنسبه لهذه